اليوم باش نكتشفوا وصفة كسكسي العولة بالمرشان والحوت، كعابر السردينة ومرقتهم على الطريقة السفية. هذه الحلقة الرابعة من ماكلتنا الزمنية، وين مشينا اني ومغاسة 4 ساعات لمدينة قصور السيف. والحاجة مشينا نختاروا في الهدية هذه بمناسبة العيد ميلاد العاشر لمغاسة 4 ساعات. انت كنت تتبع صفحتهم وتبارتاجي الفيديو، تدخل في السحب وتنجم تربح معانا. اول حاجة فطرنا فطور الصباح، كلينا ابن فريكاسيه تقوى في ولاية المهدية. ايه يا جماعة بنين لك الدرجة، مانيش مبالغ، جربوه واحكموا. هذا تقوى في الرومبوان في مدخل قصور السيف، وما هي عجبها على الاخر. توا وصلنا لأقدم حومة في قصور السيف، سيدي علي المحجوب. فينش نقابلوا متابعة الصفحة حنان باش نصوروا بحذاها الأكلات الزمنية متاع اليوم. وصلنا لدارها الزمنية وعطيناها الهدية ودخلنا للكوجينة. نحبكم تكتشفوا معايا النبتة هذه، سميوها المرشان ولا اللفت العربي. نصفوها 4 ولا 5 مرات في الماء لين يتنحى ترابها، نورقوها وبعد نقصوها، نزيدوا نغسلوها، راهي نظافة قبل كل شيء، ونعاودوا نسقطروها. توا نحطوها تغلي في القدرة متاع الماء لين عودها يرطاب. هو باش نضفوا الحوت متاعنا اللي هو مجل. عاد الأكلة هذه تطيب بالميلة. مناطق أخرى في الساحل نطيبوها باللحم. تو الحوتة باش نشويوها، والروس متاعها باش نطيبوها في الكسكسي، وباش نفوحوهم ثوم ملح فلفل أكحل وتابل. والروس متاعنا نحطوهم في الكومبريس. تو اللفت بعد ما غليناه نكبولو ماه، زيت الزيتونة، نقليو الفلفل، نزيدوها البصل، 2 مغارف كبار طماطم، ونلهوجوهم مع بعضهم. نحطو فاحنة ملح تابل فلفل أكحل، ونزيدو الثوم. اكتبولنا في التعليق كان تحبوا نكملوا لكم وصفة الكسكسي ومرقة كعب السردينة.